هاي جايز، اهلا بيكم على قناه سمر تايم. الغيبه المره دي طولت شويه، فانا بعتذر لكم ان انا ما قدرتش انزل اي حاجه الفتره اللي فاتت ديت. بسبب يعني مشغوله، وكمان كل ما باجي اصور لازم تحصل حاجه، يا اما البطاريه الاقيها مش مشحونه، يا اما الشمس بتغيب والدنيا هتضلم فما بقدرش اصور بسرعه. بس anyway النهارده عامله لكم فيديو سريع شويه عن الميك اب اللي انتم شايفينه دوت. ده يعتبر الديلي روتين بتاعي، او ده الميك اب اللي انا بستعمله لما ببقى خارجه، لما ببقى مش مستعجله، يعني لما بيبقى عندي شويه وقت ان انا احط ميك اب. هو ده الميك اب اللي انا بستعمله، والميك اب اللي انا بستريح فيه لو انا عندي اي مناسبه، عندي اي مشوار شغل، انترفيو، حتى لو خارجه عشاء او اي مناسبه. دي يعني اسرع حاجه، وعارفه ان هي لما بستعملها النتيجه انا عارفه شكلها هتبقى عامله ازاي. فدوت الميك اب روتين بتاعي. حابه ان انتوا تشوفوه، لو عجبكم سيبولي رايكم. واتمنى ان انتوا تجربوه يعجبكم. هو ميك اب بسيط جدا، الوانه انا متاكده ان اي بنت عندها الالوان ديت اللي هي الموفات والبينك. بسيط جدا، يمشي مع الشغل، يمشي ميك اب كل يوم، يمشي عزومات، يمشي اي حاجه انتوا عايزينها. فاتمنى ان هو يعجبكم، وتابعوا معايا عشان تشوفوا ازاي تعملوا اللوك دوت. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا وشي مفيهوش اي ميك اب ولا اي حاجه، يا دوبك بس غسلته وحطيت كريم مرطب. اول حاجه هبداها هنا هستعمل الكونسيلر والهايلايتر في نفس الوقت من ماك، وده البريب برايم. ده هتلاقوني على طول بستعمله في كل الفيديوهات اللي انتوا شفتوها قبل كده. بحبه جدا لانه كونسيلر فبيداري كل العيوب مره واحده، وفي نفس الوقت لونه فاتح جدا، فبستعمله كهايلايتر لانه بينور تحت العينين زي ما انتم شايفين، اضاءه رهيبه. وبيبقى سهل جدا في التوزيع، وبعد ما بيتوزع وبثبته بالباودر بيفضل مات وما بيعملش اي خطوط تحت العين. يعني من ضمن المنتجات اللي بصراحة يعني، وكان غالي شوية بس حسيته استثمار كويس، لانه ما يعني بسرح معاه، ما بحسش يعني معاه بأي مشكلة خالص، وبيقعد طول اليوم بينور تحت الوش وشكله حلو جدا في الصور. بعد كده بحط كريم للعينين، ودي حاجة انا بدأت استعملها مؤخرا، ان انا ادمج الكونسيلر بتاعي مع كريم للعين في نفس الوقت. مش عارفة، بس حاسة نوعا ما انه بيساعد ان هو يتوزع بطريقة سهلة، وفي نفس الوقت ما بينشفش قوي تحت العينين. بحس ان هو بيرطب في نفس الوقت. فالكريم دوت من اولاي، ما برضه هتلاقوني اتكلمت عنه في فيديوهات قبل كده. بوزع طبعا بايديا كويس جدا، وزي ما انتم شايفين بيتوزع بسهولة جدا، مجرد حتى من غير فرشة ومن غير اي حاجة. ولو واخدين بالكم انا برضه حاطة حوالين الفم هنا، لان طبعا العلامات السوداء او الخطوط السوداء اللي بتبقى حوالين البق برضو بحب ان انا افتحها بالكونسيلر والهايلايتر. بعد كده هستعمل الفاونديشن بتاعي، ودوت الفاونديشن اللي انا بستعمله على طول، مفيش اي حاجه فظيعه، اللي هو لوريال لومي ترو ماتش، والدرجه بتاعتي W6. هوزع كل دوت الهايلايتر والكونسيلر مع الفاونديشن بالفرشة بتاعتي اللي هي ريل تكنيكس، ودي اول مرة استعملها وحبيتها جدا. ما كانتش غالية قوي. جبتها من على الانترنت وكانت رخيصة، يعني ارخص من المحلات. ممتازة 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 ممتازة، بستعملها في كل حاجة، بوزع بيها فاونديشن، بستعملها الكونتور، بستعملها بلاش، كل حاجة. الشعر بتاعها كثيف جدا وناعم جدا، وبس بتوزع بطريقة فظيعة. بستعملها حتى كمان بتبقى مريحة لو انا عايزة اعمل زي يعني بضغط عليها كده، بتعمل زي full coverage، زي ما انتم شايفين الوش كله اتغطى تماما. وبرضو بعمل زي دواير كده، بتبقى كويسة جدا في التوزيع. بعد كده هبدأ اشتغل على العينين، وهستعمل هنا الباليت المفضلة بتاعتي من كوفر جيرل. وديت مش عارفة رقمها ايه، بس هي انتوا برضه هتلاقيني اتكلمت عنها وبستعملها تملي في الفيديوهات بتاعتي، اللي هي درجات الموفات. هكتب لكم كل الداتا بتاعت انا عارفه الناس كانت بتشتكي وتقعد تقول انت ما بتحطش اي حاجه في الديسكريبشن بوكس. لا، المره دي هحاول احط لكم كل المنتجات اللي انا استعملتها. بعد كده هستعمل من نفس الباليت برضو الدرجه اللي هي افتح حاجه. يعني انا اول حاجه استعملتها على الكريز اللي هو اللون الموف الغامق شويه، وبعدين هنا في الجزء اللي هو الداخلي من العين بستعمل موف فاتح، يعني قريب شويه من الابيض بس هو مش ابيض، هو موف فاتح جدا زي اللافندر كده. برضو بحاول احط مش كتير، يعني بحط حبة وبوزع، وبعدين لما بحتاج تاني بزود. انا بستريح في التكنيك ده اكتر من ان انا احط كمية كبيرة مرة واحدة وبعدين اقعد
اقضي وقت طويل اوزع فيها. هستعمل برضو شوية تحت الحاجب عشان يدي اضاءة شوية ويرفع الحاجب. ومش عارفة لو انتوا واخدين بالكوا غيرت رسمة حواجبي عشان الناس اللي بتقعد تشتكي وتقول انت حواجبي عاملة كده ليه، غيري شكلها. اديني حاولت اغير شكلها شوية، فقولوا لي ايه رأيكم، يا ريت تكون عجبتكم او لو حابين نغير فيها تاني. بس زي ما شايفين دي كده العينين بالنسبة للاي شادو اللي هو حاجة خفيفة جدا. حبيت ان انا ازود شوية الكورنر بتاع العينين من برا، يعني مش عايزة اعملها سموكي بس يعني حبيت ازود شوية الدرجة. فاستعملت هنا لون رمادي غامق جدا، هو بيبان اسود بس هو مش اسود، هو رمادي غامق جدا من فيزيشن فورميلا. ودي على فكرة الباليت ديت انا مش يعني ما اعتقدش انتوا هتلاقوا في المحلات، لان انا عمري ما شفتها في اي محل، هي كانت مبعوتالي ولحد دلوقتي ما بشوفهاش في المحلات، فمش عارفة دي حاجة limited edition. بس anyway هو اي رمادي غامق هيأدي الغرض. هستعمل نفس اللون بس بفرشة من اللي هي الانجل براش، او اللي هي اللي بتبقى جاية بزاوية شوية، عشان اقدر احط اللون تحت العينين زي ما انتوا شايفين هنا. لان انا مش هستعمل ايلاينر ولا كحل جوه العينين، فبحب شوية اعمل زي سموكي تحت العينين عشان اربط كل حاجة ببعضها. باخد وقتي في ان انا بوزع الدرجات. هنا هستعمل قلم كحل ايلاينر من ريفلون، اعتقد هو قديم شوية بس تقريبا هو من ريفلون. زي ما شايفين خط رفيع جدا، وكمان هعمله سموكي بعد شوية، يعني انا مش هسيبه كده عشان انا حابة اللوك تبقى ناعمة وما تبقاش قوية. بنفس الانجل براش زي ما انتم شايفين انا هعمل للايلاينر اللي انا حطيت الخط الرفيع قوي دوت، همشي عليه شوية واعمل له زي سمادجينج او سموكينج، وهطلع بره العينين حاجة بسيطة جدا، لان انا مش عايزة ارسم ايلاينر، انا بس هطلع امد العين شوية لبره عشان اوسعها شوية. برضو باللي فاضل على الفرشة هنزل اعيد تاني على الخط تحت العينين، بس حاجة بسيطة. واوزع برضو كويس عشان اعمل شوية سموكينج، عشان نعم بس الخط اللي تحت العينين ما يبقاش خط صريح. وبرضو النهاية بتاعت اللي هو الفيك وينج اللي انا عملته دوت او الايلاينر اللي هو ده، برضو بنعمه شوية على فوق. بنفس الباليت بتاعت فيزيشن فورمولا هستعمل لون فاتح برضو. لو انت عندك اي لون فاتح عايزة تستعملي ابيض ممكن تستعملي ابيض، بس انا حبيت ان انا يعني ما اخليش اللوك قوية جدا، فاستعملت حاجة فيها بينك شوية. بس زي ما انتم شايفين هو يا دوبك لون بس مات بينور الانر كورنر او التير دوت، او معرفش انتوا تسموها ايه. الكورنر الداخلي بتاع العينين. بعد كده المرحلة الأخيرة للعينين الماسكارا، ودي الماسكارا أنا بستعملها في كل فيديو، دي يعني حاجة مفضلة عندي، كل لما بستعملها الناس لازم تتكلم عن رموش شكلها عامل ازاي، فأنا بحبها جدا 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 جدا. دي ميري مال واسمها لاش اكسلريتور اندلس. بعد كده هجيب قلم مش أبيض، هو زي لون بينك شوية أو نود، هستعمله تحت العينين، وشوية مسكرة خفيفة جدا على الرموش اللي التحتانية. بعدين لو انتوا فاكرين انا ما ثبتش الفاونديشن ولا الكونسيلر، فانا دلوقتي هستعمل كومباكت باودر ستوديو فيكس من ماك. ولو انتوا واخدين انا حاطه كميه كبيره جدا، وانا يعني اتعمدت ان انا اعمل ده لان انا مش هوزعها على طول. يعني في تكنيك كده انا بدات استعمله مؤخرا، ان انا بحط الباودر يعني ممكن تكون كميه زياده شويه، بس اسيبها لحد ما الوش يعني يتشرب او يعني ياخد كفايته منها، وبعد كده بشيل الباقي بالفرشه. في خلال دوت هعمل البرونزر، مش هعمل كونتورينج، ما اقدرش اعمل كونتورينج لانه مش بحدد قوي الوش، بس يعني شويه برونزر
على عظمة الخد زي ما انتم شايفين. والبرونزر دوت تقريبا من Color Institute، وبعدين هعيد عليه بالبلاشر دوت Pure Plum من Maybelline. حلو جدا اللون ده، بدأت يعني لسه جايباه مؤخرا، برضو كان مبعوت لي على فكرة يعني مش عارفة هتلاقوه في المحلات ولا لا، بس هو لون جميل جدا طبيعي، يعني لما بيتوزع كويس بيبان كأن الخدود موردة طبيعية. فهوزع على الخدود، على الأنف، وبعدين على الجو لاين أو اللي هو الفك، وبرضو على الجبهة من فوق. اهم حاجة في البرونزر او الكونتورنج التوزيع، يعني ممكن تكون نحط كمية كبيرة it's okay مفيش مشكلة جدا، اهم حاجة نوزع كويس. طالما وزعنا كويس كل حاجة بتصلح. انا قمت عشان اجيب بس الفرشة اللي هي بتاعت الباودر، وزي ما شايفين انا هوزع كل حاجة مع بعضها، يعني كل الباودر الزيادة مع كل الكونتورنج او البرونزر مع البلاشر، هوزع كل ده مرة واحدة علشان يبان طبيعي وما يبقاش فيه اي خطوط بتفصل كل حاجة عن بعضها. بنفس القلم برضو اللي هو من ريمال، اللي هو القلم الكحل الفاتح دوت، هستعمله لحد بالشفايف. ده برضو تكنيك انا بدأت استعمله مؤخرا، بحس ان هو بيظبط شكل الشفايف شويه، لان انا عندي الشفه اللي فوق زي ما انتم شايفين رفيعه جدا، والشفه اللي تحت كبيره جدا، وغير كمان ان انا عندي الجوانب بتبقى غامقه فيها زي لون غامق جدا. فالقلم ده مفيد جدا، انا بستعمله جوه العينين، بستعمله واحد بشفايفي، بستعمله حتى عند الانر كورنر او تحت الحواجب، بستعمله في كل حاجه. فهنا هوزعه كويس، حتى كمان بستعمله ككونسيلر ساعات لما بيبقى عندي حباية او حاجة بمشي عليها شوية بيداريها جدا. خلاص انا هنا وزعت حوالين الشفايف، همسح بس اي كونسيلر او باودر زيادة، وهستعمل الليب لاينر بتاعي. ده الليب لاينر ده انا بستعمله تقريبا كل يوم، يعني انا حط كل حاجة على جنب بستعملش غير هو دوت من جوردانا، ومش غالي على فكرة، رخيص جدا، بس اللون بتاعه فظيع. يعني انا بستعمله حتى من غير لب، من غير اسمه ايه روج او قلم احمر او لبستيك. هو يدوبك بس بحط بحدد بيه الشفايف وبملى بيه الشفايف وخلاص على كده بخرج، ما عنديش اي مشكلة. وده اسمه السكسي موف من جوردانا، لونه حلو جدا وطبيعي جدا ومات، ويعني افضل نود كولر انا بستعمله مؤخرا. زي ما انتم شايفين انا حاولت اظبط، يعني اظبط الشفه الرفيعه اللي فوق مع العريضه اللي تحت عشان يبقى فيه يعني بالانس شويه، وبعدين هبدا املى الشفايف كلها بنفس القلم ده. هنا ليب جلوس، اي ليب جلوس، ده انا كنت جايباه من بادي شوب، ممكن اي ليب جلوس عندك بس تحطي كميه بسيطه عشان القلم دوت يعني لان هو مات وناشف بينشف الشفايف. بس دي كده اللوك الاخيره. زي ما انتم شايفين الميك اب بسيط جدا زي ما قلت، سهل جدا، مفيهوش اي حاجه فظيعه، حاجات الوان كلها ممكن تكون متوفره عندنا. يا رب يكون عجبكم، وابعتولي رايكم واعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.